للي بيقولك اسأل الأول قبل ما تدخل أي بيت. لو الأم هي اللي حاكمة البيت بلاش تدخله. وأنا بقولك لأ، ياما أمهات حكمت زمان. بيوت الصعايدة كانت بتطلع رجال بشناب، وكان الراجل يوطي على رجل أمه قبل إيدها ويبوسها، وكان بسم الله ما شاء الله نفع في بيته وفي حياته وفي رجولته وفي كل حاجة. فمش معنى الأم حاكمة البيت أو لها رأي أو تبقى الأم وحشة. لا، مش في كل الحالات. في أمهات مسيطرة غلط، فاهمة إنها تبقى مسترجلة، كلمتها هي اللي مسموعة قدام الناس. أبهدل جوزي ماشي، أجل منه مفيش مشكلة، المهم إن أنا أظهر. وده كبر وقلة أدب من الست. دي مرأة مش محترمة، ست مش متربية. لكن الست الحقيقية اللي تدي وضعها لجوزها، اللي تدي وضعها لجوزها قدام الناس وقدام ولاده وقدام أي حد غريب بينها وبين جوزها. لا سمح الله، أنا ما بقولش تضربه أو تشتمه، لا، بينها وبين جوزها تعاتبه على الغلط، تنصحه، تشاور له على الطريق الصح. لأن معظم الستات عندها سبحان الله العظيم حاسة كويسة، بتفهم شوية في بعض الأحيان. أنا ما بقولش في الأحيان كلها لكن مش كل أم وحشة، مش كل أم حاكمة البيت. ممكن يكون الراجل شخصيته ضعيفة ملوش لازمة، فلذلك الأم مسيطرة. بس بقول الأم العاجلة، الأم اللي ما تصغرش جوزها ولا تصغر ولادها الشباب ولا تصغر بيتها. لا، الأم العاجلة اللي تخلي جوزها تاج راسها قدام الناس وقدام ولاده، دي الأم. لكن الأم التانية احنا ما نعرفهاش، دي مش كويسة، دي جليلة أصل وجليلة أدب وجليلة رباية.